أميرة شريرة بتستحمى بالحليب وبتقتل البنات عشان تحافظ على جمالها. سماعتك جاهزة؟ طب يلا بينا. فيلم النهاردة بيبدأ بزوجة الملك وهي بتتمشى في المملكة وبتشوف وردة حمرا جميلة جدا وسط التلج. تتمنى أمنية غالية عليها قوي إن هي تخلف بنت جميلة وبيضة وشفايفها حمرا كده زي الوردة دي. بعد سنة حلمها بيتحقق وبتخلف سنو وايت. سنو وايت بتكون جميلة جدا لدرجة إن كل اللي يشوفها بيحبها ويتعلق بيها، وبتكون مع ابن الحارس اللي والدها بيثق فيه جدا واسمه ويليام. وبعدها بفترة مش كبيرة الملكة بتتعب وبتفقد كل قوتها وبتموت، وموتها ده بيأثر في الملك جدا جدا، يخليه يدخل في حروب من غير أي مبرر وقراراته دايما مذبذبة ومش سليمة. كل ده بسبب حزنه على مراته. وفي مرة وهم في الحرب لاحظ الجنود إن العدو اللي بيقتلوه بيتحول بشكل مرعب للرماد، وإنهم كأنهم مش بشر. وسبحانك يا رب الملك بيشوف واحدة من الأسرى وبيعجب بجمالها جدا وبياخدها معاه وبيتجوزها. بصراحة بقى ما انت غبي وتستاهل اللي يجرالك. المهم هيتجوز ريفانا وبتكون ملكة وبتكون الملكة الجديدة. وفي يوم جوازهم قالت له انا هختصر لك بقى كل المشهد اللي هيحصل. انت اتجوزتني عشان جمالي حلو حلو، فانا لما اعجز انت هتخوني وهتتجوز عليا فهقتلك، فاحنا هنختصر ده كله وهموتك دلوقتي، ايه رأيك؟ وفعلا راحت قتلته، ما بتضيعش وقت. وبكده بتكون ريفانا هي اللي بتحكم المملكة، تفتح المملكة لاخواتها وجنودهم وبيدخلوا المملكة وبيحكموها وبيستولوا عليها. لما سنو وايت بتحاول تهرب الحراس بيمسكوها ويحبسوها، وريفانا بتجيب مرايتها الذهب وبتقول لها يا مرايتي من كام سنة لليوم انا قديش قتلت؟ بتقول لها كتير. بتقول لها طب يا مرايتي مين اجمل واحدة في المملكة؟ بتقول لها انت اكيد. بعد سنين كتير بتكون ريفانا قاعدة تقزقز قلوب حيوانات كده نية وبتستحمى في الحليب عشان ترجع جمالها، والشعب تحت بيجمع اللبن اللي نزل منها من كتر الجوع والفقر اللي حصل في المملكة بعد وفاة الأمير. والحراس بيجيبوا ولد وأبوه وبيحاول يقتلها، فبتقتله قدام أبوه. وفي يوم لاحظت إن جمالها قل، فبيجيبوا لها بنت جميلة تقتلها عشان تاخد شبابها وترجع شباب تاني. فبتقول لها يا مرايتي مين أحلى واحدة في المملكة؟ فالمراية بتقول لها بصراحة بقى سنو وايت كبرت وحلوت واتدورت وبقت أحلى منك. فبتتعصب الملكة جدا وتقول لهم هاتوها لي. وبنروح لسنو وايت واللي بيكون فيه غراب في الزنزانة جنبها بيوريها مسمار في الحيطة، فبتاخده وبتضرب بيه الحارس وبتحبسه في الأوضة وبتقدر تهرب. فلما الملكة عرفت قالت له كان معاها مسمار وهربت وانت كده زي الحمار، امال لو معاها منشار كانت غلبت تتار اسفة. المهم سنو وايت بتلاقي حصان ابيض وبتاخده وبتروح المدينة، وبيكون الشعب حالته تصعب على الكافر، وبتروح لغابة كلها أشباح من كتر القتل وبيغمى عليها من التعب. وبعدين الملكة بتطلب صياد عارفة إن هو عارف الغابة كويس عشان يجيب لها سنو وايت. تعجب بيه جدا فبيقول لها إن أنا مش هجيب لك حاجة، دي بنت الملك. فبتقول له استغفر الله العظيم إن هي هتصحي له مراته من الموت، فبيوافق لأنه هو كان بيحب مراته جدا جدا. بيروح الغابة وفعلا بيلاقي سنو وايت وبيمسكها، فبتقول له أنت بتعمل إيه يا متخلف؟ دي عايزاني عشان تقتلني ترجع شبابها زي ما قتلت مراتك. فبيقول لاخوها والحارس بتاعهم هي فعلا اختك تقدر ترجعها من الموت؟ قال له انت غبي ياض، هو اللي بيموت بيرجع تاني؟ هو القرد بياكل سوداني؟ اما مسكهم ضربهم وهرب هو وسنو وايت وخدها على جزيرة كلها ستات بس، لان الملكة قتلت كل الرجالة اللي هناك. والزعيمة بتاعتهم قالت لهم شوهوا نفسكم عشان الملكة ما تقتلهمش، لان الملكة عايزة اي بنت جميلة وما فيهاش عيوب. وبيروحوا يناموا وبعدين الجنود بيحدفوا عليهم أسهم وبيحرقوا القرية باللي فيها. فالصياد بيكون عايز ينقذ سنو وايت وبياخدها وبيجروا وبيجوا على قرية كلها أقزام وبيقعوا في كمين وبيعلقوهم. فالصياد بيقول لهم ان دي سنو وايت بنت الملك يا اغبياء تعملوا ايه؟ فبينزلوها، فبتلاقي هناك غزال ضخم جدا وشكله جميل قوي، فبتقرب منه فالغزال بينحني قدامها. فالأقزام هنا بيعرفوا إن هي الوحيدة اللي هتخلصهم من الفساد والدمار اللي هم عايشين فيه بسبب الملكة. وبعدين بيجي جنود الأميرة وأخوها وبيضربوا الأمير، والغزال الضخم بيتحول لفراشات وبتطير بعيد في السماء. بيكون معاهم ويليام اللي كان بيلعب مع سنو وايت زمان وهم صغيرين. فالصياد بيهاجمهم وبيدافع عن الأميرة، فأخو الساحرة بيقوله إن هو مش هيقدر يدافع عنها وإنه هيقتلها زي ما قتل مراته، فبيتعصب جدا وبيقتله. وهنا الملكة بتتأثر جدا بموت أخوها لأن كان رابطهم سحر واحد. وبعدين بنلاقيها بتحضر تعويذة شريرة، وويليام بيروح لسنو وايت وبيديها تفاحة وبيعترف لها بحبه، وبتاكل التفاحة وفجأة التفاحة بتتحول لحاجة معفنة كده وريحتها وحشة، وسنو وايت بتدخل في غيبوبة طويلة. وبيجي ويليام والصياد الحقيقيين وبيضربوها وبتكون الساحرة بتتحول لغراب وبتطير في السماء.
وبيجي ويليام يعترف لسنو وايت بحبه ويبوسها، بس مش بيحصل حاجة. ولكن الصياد بيجي بيقول لها ان هو كان بيحب مراته جدا، لكن لما شافها حبها هي كمان وبسها. فانا مش عارفة ايه هي المبوسة دي بصراحة. وبعدين سنو وايت بتقوم وتكون كده التعويذة اتفكت. وبعدين سنو وايت بتجمع كل جيوشها والمحاربين اللي عندها، وبتروح تقضي على الباقي من جيش الملكة. والملكة بتكون خلاص ضعفت جدا وبان عليها سنها وبقت ضعيفة اكتر كل يوم. بيقدروا يدخلوا المملكة. والملكة بتقول لسنو وايت إن هي هتقتلها لأنها الوحيدة اللي اتجرأت عليها ودخلت في مواجهتها. لكن سنو وايت بتعرف تسحب السيف منها وبتقتل الأميرة، وبتكون كسرت سحرها، لأن السحر لازم يتفك إن واحدة شابة جميلة تقتل الأميرة. وبترجع سنو وايت تحكم المملكة تاني، وبترجع شعبها تاني، وبتكون جمعت الصياد وويليام والراجل اللي ابنه اتقتل. كده بيكون الفيلم خلص. لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب وتقول لنا رأيك في الكومنتات. كتب الفيلم وسجله سلمى محجوب، ومونتاج عبد الله الحداد. نشوفكم الفيلم الجاي.